كلمة بسبع حروف بيهزوا كياني. زملكاوي لآخر يوم في عمري، ما اللي رباني كان زملكاوي. واسمع كلامي، أنا جنب النادي ده وعمري ما همني أسامي. ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. أنا مش بريء لو كان حبك هو الكلام. مساء الخير وحلقة جديدة معنا هنا في القناة. أزمة مباراة القمة حتى الآن تلاحقنا وتلاحق الساحة الرياضية في العالم العربي، مش في مصر بس. حتى الآن في مشاكل كتير حاصلة في الدوري عندنا حاليا متلخبط، لا حد عارف مين اللي كسب ماتش امبارح ولا حد عارف اي حاجة. ليه؟ لأن سيادة الرابطة خايفة تنزل إن الزمالك كسب. ليه؟ خايفة الأهلي يزعل. طب ما الأهلي يزعل عادي، الاهلي يزعل عادي. الاهلي انت إيه المشكله لما نقول الاهلي خسر مباراه؟ طب بص كده في الجدول قدامك دلوقتي، ده الجدول اللي المفروض يبقى معتمد. ده بعد تعادل النهارده بيراميدز قدام المصري، ده المفروض اللي هو يبقى معتمد. يعني بالنسبه لي يبقى المفروض، او بالنسبه للدوري كله من اول تسعة او لحد رقم تسعة في الدوري، المفروض ده الجدول المعتمد اللي يبقى قدام الكل. لكن ده الجدول اللي موجود حاليا، اللي ظاهر قدامك حاليا. ده الجدول اللي ظاهر حاليا، ده اللي موجود حالا. طيب، هل مباراة التعادل مستحيل؟ لا الزمالك هيرضى ولا احد يرضى. ليه؟ ان يا باشا حضرت، انت ما جيتش. هل مثلا انت عشان ما حضرتش الماتش تروح عيد المباراة وعاوز نحضر تاني المباراة دي؟ ان عنده مباراة كمان يومين. انا عنده ماتش يوم الجمعة الجاي قدام سموحة في كاس مصر. هل حضرتك انت هتفيدني لما انا اطلع من الكاس؟ لا، المباراة يا باشا خلاص بتاعتي، انا حضرت وعملت محضر وقدمت بلاغ للنائب العام، وعشان ااكد حقوقي، عشان انا عارف ان اللي موجودين في الدوري حاليا اللي ماسك اتحاد الكوره والرابطه اهلاويه صرف، من اول دياب لحد هنا بريد، اهلاويه صرف الصرف. فما هيصدقوا ان هم يلاقوا الزمالك منبطح، وعشان الاهلي ياخد التلاتة بونت من الزمالك. طب حاليا الزمالك دلوقتي بقى 35 نقطة على الورق وقانونيا واللائحة وحسب كل حاجة، والأهلي 36. طب أنا لو كسبت الماتش بعد كده بقى بداية الدوري معانا، لو أنا كسبت ماتش أبقى 38. طب الأهلي لو كسب الماتش هيبقى 39، يبقى فرق نقطة بين الفرقتين. طيب ده هيقع أكيد وده هيقع أكيد. ليه؟ لأن هو أنت لو حد في مجموعة اللي هو يكسب بس، مجموعة الدوري اللي هو بتاعت اللقب اللي يكسب بس، انت عاوز تكسب بس. فانت التسعة عندهم نفس العقيدة دي، مش انت لوحدك. فالتسعة اكيد مش هيسيبوك تاخد الدوري بس. فحاليا الهروب من حاليا الاهلي هرب من المباراة. فالهروب ده ادى ان الدنيا اتلخبط. قرار مش مدروس اتعمل في وقت مش صح خالص. الفرقتين عاملين قرار غلط، لا للاسف كان عاملين قرار غلط. حاليا طلع على دماغ الكل. فحاليا الخطأ ده جه على دماغ الكل من ساسها لراسها. نتمنى نشوف اللي يحصل الفترة الجاية، وفرق كل فريق ياخد حقه. السلام عليكم.